اخبار ناريه عن نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يعلن عن المدير الفني القادم لنادي الزمالك، وغضب جمهور نادي الزمالك بعد مباراه الزمالك ضد المريخ السوداني. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد في عندنا في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. يلا بينا نخش على تفصيل واخبار نادي الزمالك، وهنبدا باول اخبار معانا. وفوز الزمالك امبارح على المريخ السوداني رغم ان الاداء ما كانش حلو، ولكن شفنا امبارح غضب الجمهور كان باين جدا لما الزمالك كان خسران 3-2 على الرغم انه كان متقدم 2-0، ولكن الاداء ما كانش افضل حاجه. وشفنا كمان اداء ولا اسوأ من الدفاع، وحرفيا دفاع الزمالك كان كارثي امبارح. وشفنا استقبل 3 اهداف كانوا بصراحه اهداف كلها ساذجه جدا، واخطاء كلها كانت من حسام عبد المجيد ان هو كانش متمركز كويس، ولكن قدر الزمالك ان هو يفوز ويكون حتى مركز ثالث، حاجه شرفي كده، ويخرج من بطوله دوري ابطال افريقيا. والواحد زعلان كان نفسه الزمالك يكمل ويروح كمان للدور اللي بعد كده، ولكن الحمد لله مفيش نصيب. ونركز الفتره الجايه على الدوري ان احنا ناخد على الاقل المركز الثاني علشان نعرف نشارك السنه الجايه في دوري ابطال افريقيا. وفي نفس الوقت برضو اكيد ربنا كاتب لنا الخير ان شاء الله مره تانية. وفي نفس الوقت برضو شفنا تألق ناصر منسي اللي سجل امبارح 3 اهداف، ودي حاجه كويسه جدا. احمد بالحاج برضو صنع اهداف وظهر بشكل كويس جدا. وفي ناشئ طبعا لفت انتباهنا اسمه عبد الله محمد، لعيب كويس جدا، وان شاء الله يكونوا حاجه مبشره في خلال الفتره اللي جايه. ومباريات نادي الزمالك الايام اللي جايه عنده مباراه ضد النادي المصري، وبعد كده عنده ضد البنك الاهلي وحرس الحدود والمقاولين والاسماعيلي، وكلها طبعا مباراه مهمه وان شاء الله الزمالك يكسبها. طبعا طلع بعد كده رئيس نادي الزمالك بعد مباراه المريخ السوداني وطلع عمل مؤتمر واتكلم على المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. تم اختيار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، وسياتي معه مدرب حراس مرمى ومعد بدني، واللجنه اجتمعت معاه وتوصلت ب9 اعضاء والتوقيع معه جاري الان. في مدير فني طبعا دلوقتي في كلام عليه، وهو برضو اسمه لحد ما فيريرا، ولكن هو لسه صغير في السن وجنسيته بلجيكي، وكان خد تجربه مع الفتح السعودي، ده اللي فيه كلام بقوه جدا عليه. وفي نفس الوقت برضو نتمنى ان هم يسرعوا شويه الاجراءات، لان احنا عندنا مباراه مهمه ضد النادي المصري يوم 4/4، ولحد دلوقتي برضو اللي بيقود الفريق وهو احمد عبد المقصود لسه مكمل برضو في تدريبات الفريق، وبيستعدوا طبعا ليه ان هم يرجعوا للدوري مره تانية ويلعبوا في الدوري. ونتمنى ان الزمالك يخلص موضوع المدير الفني بسرعه علشان يكون في شويه استقرار، علشان نعرف ننافس حتى وناخد حتى المركز الثاني. ولو ربنا كتب لنا ان احنا ناخد الدوري يبقى كتر خير قوي الدنيا ان احنا عرفنا حتى نحافظ على الدوري المره الثالثه على التوالي، وان شاء الله يكون في استقرار داخل نادي الزمالك والامور تتحسن. وبرضه ليه وجهه نظركم من خلال المدير الفني البلجيكي ده؟ هو السي في بتاعه مش اقوى حاجه، ولكن نتمنى ان هو يطلع كويس ويعرف يقود الفريق خلال الفتره اللي جايه. ده كان فيديو اخبار بسيط، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه. اشوفكم على خير، يلا سلام.